من كام يوم كده شخص كده وجه لي انتقاد. واتضايقت جدا، ومش هقولك ان الشخص ديت اصلا في عداوه بيني وبينه، لا ده شخص كده من المقربين في العيله، من اللي هم يعني اقرب ناس من الدايره القريبه جدا اللي حواليا. لقيت نفسي لا متضايقه من الكلام اللي بيقوله، لا مش عايزه اتكلم معاه، لا ببعد كل ما يجي سيرته. فقلت هو انا اللي قالوا عليا مش صح؟ لا انا فعلا كنت غلطانه. طيب هو الكلام اللي كان بيقوله فيه غلط؟ لا برضو الكلام اللي بيقوله مظبوط. طب هو انا اتضايقت منه ليه؟ طب هو انا ببعد ليه؟ وساعتها فكرت بقى، عشان كده عيالي لما بقعد اتكلم معاهم كتير او بنتقد فيهم كتير بلاقيهم بيبعدوا عني، بلاقيهم مش عايزين يتكلموا معايا، بلاقيهم في يناموا في الاوقات اللي انا صاحيه فيها والعكس. فبدأت كده أفكر وأقول هو إيه الحكاية بالظبط؟ طب الأشخاص ديت أنا بحب عيالي، والشخص ديت لا هو بيهمه مصلحتي وفعلا بيقولي على حاجة مش مظبوطة. طب هو أنا رد فعلي كده ليه؟ فمش عارفة، قعدت أفكر كده مع نفسي، وفي الآخر قلت طب احنا قاعدة باخد ودي كده مع نفسي كتير ليه؟ طب ما أنا أرجع للقرآن والسنة، المنهج اللي ربنا اداهولنا عشان نعيش بيه في الحياة. بدأت أشوف كده هو رسولنا صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم مع الناس إزاي اللي هما بيتصرفوا تصرفات مش صح. طب هما كانوا بيتقبلوه إزاي؟ طب أنا مش متقبلة حاجة زي كده، هو سن يعني ولا إيه؟ فالمهم قعدت في الآخر لحد ما توصلت لحاجة مهمة جدا، ولو لكم رأي تاني شاركوني فيها. لقيت ان الرسول صلى الله عليه وسلم دايما لما كان بيوجه نقد للناس ما بيوجههمش النقد كده يقول لهم لا انت غلطان في كذا وكذا، انت ليه عملت دي، انت ليه ما عملتش دي، لا. لقيت ان هو بيسيب خالص الموضوع، ما بيقولش ان الموضوع الفلاني ده انت غلطان فيه، انت المفروض عمال تعمل كذا المفروض ما تعملش كذا، ولكن هو بيتكلم عن الحاجة بس بشكل غير مباشر، علشان كده الناس بتبتدي تتقبله. اصل لو تاخد بالك ان انت لما تقول للشخص اللي قدامك انت دي غلطان فيها، انت المفروض كنت تعمل كذا، فتلاقيه بسرعة يبتدي ان هو عايز يدافع عن نفسه، فبيجهز اسلحته، فبالتالي بيبتدي يحصل الهجوم منه ومش طايق ان هو يتكلم معاك لانك داخل دخلة مش مظبوطة. طب تعالوا نشوف كده امثلة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي كان بيتعامل مع الاطفال او الكبار او الصحابة بصفة عامة. فعندنا مثلا لما جه بياكل مع طفل صغير، فلقاه بياكل ايه، بياكل بطريقة مش مظبوطة، فراح قال له ايه، ما قالوش انت بتاكل بطريقة مش مظبوطة، انت ايه اللي بتعمله ده غلط، لا ما قالوش كده خالص، قال له ايه، سمي الله، كل بيمينك، كل مما يليك. بسيطة جدا، واحد اتنين تلاتة، الصح بتاع الحاجة دي هو كذا، تمام كده. فالطفل بدأ يتعلم وبدأ ياكل بالطريقة دي. طيب يبقى هنا ما وجهش ليه كلام بالنقد مباشرة. طب نشوف مثال تاني. لما كان مثلا انس بن مالك كان طفل صغير وخدم النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 9 سنين او 10 سنين. فسيدنا انس بن مالك بيقول انا خدمت مع الرسول طول الفتره دي، ما قاليش في حاجه عملتها انت ليه عملتها، او حاجه ما عملتهاش انت ليه ما عملتهاش. ففي مره كان طلب منه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاجه، وكان هو طفل صغير، فطلع وقعد يلعب مع الاطفال بره. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جه فما قالوش كده برضو، مش انا طلبت منك دي ليه ما رحتش تعملها، ويزعق معايا زي ما احنا بنعمل كده مع عيالنا. لا، هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيزعق، هو عارف ان احنا البشر بصفه عامه بنخطئ، فكان خلاص بيسيب الحدث ويبتدي بقى، راح قال له يا انيس، بص الكلام بقى يعني شوف التودد مع الطفل، يا انيس يا ترى عملت اللي فيما معناه يعني، يا ترى عملت الحاجه اللي انا قلت لك عليها. فقال له لا يا رسول الله انا هروح اعملها دلوقتي وخلاص، خلص الموضوع، لا مسكه ولا بستفه ولا زعق له ولا احرجه قدام الناس، وعدى القصة والولد راح وعمل الحاجة وانتهى الموضوع. برضو كان في صحابي اسمه عبد الله بن عمر، كان عايز الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عايزه ان هو يقوم الليل لان هو بيقوم قليل او ما بيقومش خالص. فراح قال ايه، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فاول ما سمع كده سيدنا عبد الله فابتدى لا يقوم الليل على طول وما سابش قيام الليل. فمسكش وقال له كده برضه ما بتقومش الليل، مش انا بعمل كده، مش المفروض ان انتوا تعملوا زيي، لا ما جابش السيره دي خالص، ولكن جابها بطريقه غير مباشره عشان يحببه في الحاجه دي وان هو كويس وكل حاجه، ولكن هيبقى احلى واحلى لو عمل دي. فدي كان برضه اسلوب كان بيتبعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التوجيه. كمان لما كان في مجموعه من الصحابه كانوا قاعدين كده مع بعض، وكل واحد فيهم قال انا عن نفسي هبطل اكل خالص وهصوم دايما وهبتعد عن الشهوات اللي هي بتاعت الاكل. وواحد تاني قال وانا مش هتزوج تماما النساء.
وواحد تالت قال انا مش هنام بالليل وهتني طول الليل صاحي واصلي. فوصل الخبر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى مسكهم وغلطهم وقعد يقول لهم غلط اللي بتعملوه والمفروض تعملوا كذا والمفروض تعملوا كذا؟ ابدا. ده هو كده في لقاء مع الصحابه كلهم وراح قال بلغني ان في قوم بيقولوا كذا وكذا وكذا، انما انا بعمل ايه فيما معناه طبعا، انما انا بتزوج النساء وبصوم وافطر وبنام واصلي قيام، فمن لم يتبع سنتي فليس مني. فبدأ هم ايه، كل واحد بقى ايه اللي على راسه بطحه بيحسس عليها، فهم عارفين نفسهم هم اللي قالوا الكلمتين دول، ففهموا من سيدنا النبي ان الكلام ده مش مظبوط، وانه المفروض ان هو يصوم ويفطر، المفروض ان هو يتزوج النساء، المفروض ان هو ينام ويقوم. فهنا عرفوا من غير ما يواجه، من غير ما يزعق، من غير ما ينتقد، فبالتالي هم عملوا الصح ومن غير ما يتجرحوا ومن غير ما يبقى في مواجهة مباشرة بالغلط اللي هم عملوه. طيب نشوف مثال كمان. لما جه شخص بيصلي في الصلاة وحد راح عطس، فراح قال له ايه يرحمكم الله واحنا في الصلاة، فالصحابة كلهم بصوا له ومتضايقين ازاي يتكلم في الصلاة، بس مش قادرين يتكلموا عشان كانوا بيصلوا. فخلص النبي الصلاة وراح جاب ايه الصحابي اللي عمل الحركة دي وما قالوش ايه اللي بتعمله ده، هو في حد بيتكلم في الصلاة؟ لا، ما قالوش كده خالص. قال له ايه انما جعلت الصلاة لايه للذكر وللتكبير ولقراءة القرآن بس. لا زعيق ولا بصله بصه كده ولا زعق معاه ولا غلطه ولا قال له ايه اللي بتعمله دي ولا هون من الموضوع ولا اي حاجة، عرفه 1 2 3. مفيش غير موقف كده اللي شفته ان هو واجه فيه الشخص وقال له على الحاجة انت ليه عملت دي، بس ده كان موقف صعب جدا وكان موقف خيانة عسكرية من الصحابي حاطب ابن ابي بلتعة، لما كان عايز يبلغ خبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم هيروح يفتح مكة، فبعت الخبر دي في جواب صغير لواحدة عشان توصله لأهل مكة عشان تبلغهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي لهم، ودي كانت خيانة عسكرية وحقها القتل. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بص على حاطب بن ابي بلتعه وعلى الاعمال اللي عملها حاطب بن ابي بلتعه، وان هو حضر معاه غزوه بدر، وان هو كان من الناس اللي ثبتوا معاه في احد، اذا هو شخص كويس، يبقى تعالى كده. وراح في الحاله دي هو ساله وبالراحه وفهم منه وجهه نظره وان هو خايف على اهله اللي في مكه تفهم ليه؟ لان هو لما نيجي نبص على الشخص اللي عمل الخطأ نشوف هل الشخص ده وحش فعلا ولا الشخص ده لا غلط، لا غلط في الحاجة دي، ولكن الشخص بصفة عامة هو ليه أعمال تانية كويسة، فأنا لازم أحط في اعتباري إن الأعمال الكويسة دي اللي عملها تخليه في وجهة نظري شخص عالي، ما ابتديش أبص له نظرة دونية، ما ابتديش أغلطه وابتدي أزعق معاه، لا ما عملش كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآية اللي هي في سورة الممتحنة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا، عشان يعاتبهم، ولكن بدأ السورة بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا، ما قالش يا كفار يا منافقين، لا ما قالش كده، واجههم بان هم ما زالوا مؤمنين ولكن اخطأوا، ولكن اعمالهم دي كلها الخير اللي عملوها لا هي دي شفعت لهم في الغلطة البسيطة دي. فلازم لما نيجي نوجه الناس او لما نيجي ننتقد الشخص ما نبتديش نزوم كده على الخطأ ونبتدي نقول له انت غلطان في دي واعترف انت غلطان وقول، لا ما بيعمل كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما علمناش كده، ولكن بيعدي. ليه؟ لان عارف ان كلنا بشر وكلنا بنخطئ، فبيعدل بس بطريقة تانية مش بطريقة المواجهة. الشاب اللي جاله وقال له زني بالزنا، يا ترى زعق له وقال له ازاي تقول كده وجاي كمان تسالني عليها، ده ايه البجاحه دي؟ ما قالش كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدا يقول له ايه، بدا يوري له الصوره بتاعه الزنا. قال له ترضى لاختك؟ قال له لا. ترضى لامك؟ لا يا رسول الله. ترضى لعمتك؟ ترضى لخالتك؟ ترضى لكذا؟ ترضى لكذا؟ كذلك الناس ما بيرضوهوش لاخواتهم ولا لامهاتهم ولا لاعمامهم ولا لخالاتهم ولا 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 ولا. فشوف عمل له الصوره بالشكل ايه، وبعد كده دعاله ان هو ربنا ايه، ان هو ربنا يحسن فرجه. وفعلا الشاب ديت ما بصش في الحرام وحسن فرجه من ان هو يقع في اي زنا. فهنا هو ده اللي احنا عايزين نعمله يا جماعة. اذا كنا بنعمل كده ولا بنزعق كده مع الاشخاص اللي احنا بنحبهم، وكل ما زاد حبنا للشخص كل ما انفعلنا اكتر وكل ما زعقنا معاه اكتر وكل ما انتقدناه اكتر، وده بيخليه ينفر مننا وبيخلينا ما نقدرش نعدل في سلوك اللي قدامنا. فاذا كنا بنعمل كده مع الناس اللي بنحبهم، امال هنعمل كده مع
مع الناس التانيين ازاي، هنبتدي نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ازاي. عايزين كده نهدي اللعب وانا بقول الكلام ده لنفسي قبل ما اقوله لكم، لان انا برضو شخص عصبي وببتدي اتعصب لما اشوف اي حاجه خطا من وجهه نظري. على فكره ممكن تكون الحاجه الخطا دي من وجهه نظري انا بس، يعني هو شايفها حاجه تانية وممكن يوضح لي وجهه نظره دي، فلازم اخد ودي معاه في الكلام وابتدي اوجه زي ما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل مع الصحابه علشان ينفع التوجيه، بدل ما اخلي الشخص اللي قدامي ينفر مني ويبعد وما يكلمنيش، وبالتالي انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا عصبت نفسي، غير ان انا عملت فجوه ما بيني وبينه، وبالتالي ما صلحتش اي شيء. فلو عندكم وجهة نظر تانية في الموضوع بتاع النقد ديت يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.